طب ايه النصيحة اللي كنت تتمنى ان حد يديها لك قبل ما تخش بقى مجال الانتاج؟ هو بصراحة أنا طول الوقت بقابل ناس عندها اكسبيرينس أكتر مني، بتديني نصايح مفيدة جدا وبتفرق معايا حتى في حاجات بسيطة تكنيكال. بس لسه ما سمعتش النصيحة اللي هي بس غالبا أنا عارف إيه هي. اللي ايه هو هي بقى؟ إيه احنا اللي عايزين نعرف. دخلك يا ابني في الليلة دي؟ فكك من الانتاج وركز في التمثيل بس. اكيد يعني حد وده اللي ممكن ادركه بعد 20 سنه وانا قاعد مفلس وقاعد تحت كوبري 26 يوليو. لا لا، بالعكس احنا عايزينك تكمل في الموضوع ده. طب وايه النصيحة اللي كنت تتمنى بقى ان حد يديها لك في مجال التمثيل؟ ان هي الكارير مش كده، هي كده. فهو دي فعلا يعني خبطت في الجون يعني، فبس انا ادركته مع الوقت يعني، بس كان لسه اسمعها اكتر شويه قبل. طب ايه النصيحة اللي انت سمعتها كتير وحاسس انها مش مفيدة خالص وممكن تكون بتعطل الممثل؟ في نصيحتين سمعتهم: انتشر يا ابني زمان. دي معروفة. بس انا يعني حاولت انتشر بالراحه as in quality versus quantity. فاي ثينك ده برضو ساهم في وجودي لحد دلوقتي. لأن انا متخيل لو كنت عملت كميه الافلام اللي اتعرضت عليا وانا صغير ما كنتش هبقى موجود دلوقتي. وبتاعت اعمل مشروع تاني على جنب غير التمثيل يعني، عشان هتتعبوا بعدين. وده يمكن يكون حقيقي ويمكن ادرك ان ده حقيقي، بس انا فعلا 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 عمري يعني ما قادر اقسم نفسي نصين واروح مثلا افتح كافيه او افتح مطعم زي زملاء كتير بيعملوا ده وبينجحوا في ده. بس في الاخر انا حاسس اوكي التمثيل لوحده مش كفايه، فانا هستثمر في بيزنس تاني على جنب، وهو نفسي كمنتج. في ممثله بحبها جدا جدا جدا، وهي يعني كنت شفت لها انترفيو في مهرجان القاهره، طبعا الهام شاهين، استاذه الهام شاهين. هي بتنتج لنفسها. فلما قالوا لها كانوا بيسالوا اسئله كده اللي هي العبيطه بتاعت الريد كاربت دي، اسئله منها كتير جدا تافهه، بس هي ردت رد جميل قوي. لان هي بتقول ايه اكتر حاجه صرفتي عليها فلوس واشتريتيها؟ فقالت لها لا، ما بصرفش فلوسي غير على ان انا انتج افلامي. ومع يعني قالت لها طب عندك فلوس او حاجه؟ قالت لها لا، ما عنديش فلوس خالص لان صرفت كل فلوسي على انتاج الافلام. فحسيت انا عايز ابقى هذا الشخص. يعني لو انا اكون صرفت كل فلوسي على ان انا انتج افلام حلوه بحبها بتروح مهرجانات. وفعلا طبعا الهام شاهين مش طبيعيه في الفيلم كمان اللي طالعه فيه ده، حظر تجول تجوال، مش طبيعيه. ف I was like that's a career I'm okay with.